يا نهار أبيض على الجمال وعظمة الخالق. شايفين العروق والروح اللي جوه البيضة دي؟ سبحان الله. شايفين النقطة اللي بتتحرك دي؟ ده الكتكوت بتاعنا بيكبر جوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بالفل والورد والياسمين على كل أخ وأخت ومتابعين غاليين بيتفرجوا علينا دلوقتي، منورين قناة بيتي كل حياتي. كملوا معايا الفيديو ده للآخر عشان هوريكم ازاي عملنا اختراع في البيت بدأنا به مشروعنا بأقل التكاليف وبإيدينا احنا. الاختراع ده من تعب ايد جوزي ابو معاذ، ربنا يبارك لنا فيه. قررنا نعمل فقاسة بيض يدوي على قدنا كده. الرصة اللي قدامكم دي فيها 25 بيضة. احنا بدأنا بالعدد ده عشان لسه بنقول يا هادي وبنجرب. التجربة لسه شغالة ومستنيين النتيجة، ولسه ما نعرفش نسبة الفأس هتكون ايه، بس احنا عملنا اللي علينا وتوكلنا على الله. الفقاسة بتاعتنا دي يدوية بسيطة، يعني احنا اللي بنتابعها وبنمد ايدينا نقلب البيض 3 مرات في اليوم، الصبح والظهر وبالليل. التقليب ده مهم جدا عشان الجنين ما يمسكش في القشرة. هو الموضوع فيه شوية تعب ومتابعة لدرجة الحرارة، بس كله يهون عشان خاطر نشوف الكتاكيت وهي طالعة تملى البيت خير وتوفر علينا أسعار الكتاكيت الغالية. وبما إن التقليب اليدوي محتاج مجهود ومتابعة، أنا بطلب من أبو معاذ من مكاني ده، ربنا يخليك لنا يا أبو معاذ وما يحرمناش من تعبك، تتكرم وتتعب معانا شوية وتعمل لنا فقاسة تانية أحدث وأكبر. ويا سلام لو تكون أوتوماتيك تريحنا من التقليب وتشيل عدد بيض أكتر عشان نوسع المشروع وربنا يكرمنا. ادعولنا بقى في التعليقات إن التجربة دي تنجح وال25 بيضة يفقسوا على خير، واكتبوا لأبو معاذ شجعوه يعمل لنا الفقاسة الكبيرة الأحدث. لو عجبكم مجهودنا ما تنسوش اللايك الجميل واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا النتيجة يوم بيوم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.